وصفي انا دلوقتي عايز دلوقتي اللي يرضي ربنا غير الحقيقه يدوروا على اللي يقعد يتكلم معاه اللي يتكلم. ما اعرفش سعيد عثمان في ما اعرفش ولا جيت معاه ولا اعرف. انت انا قلت حجاج موجود وسعيد موجود يا باشا مش اسره واحده يا باشا، اسره واحده وحياه اللي انت هي مش اسره واحده وحياه الاهالي وحياه علي القناعي احنا مالناش مصلحه 11 اسره اضحك عليك صحابات الورث ايه؟ احنا صحابات الورث احنا صحابات الورث السؤال دي يا جماعه انا مع هو الحاج احمد سليمان عارف ان هم 4 اسر. انا اسالوا الراجل ده امتى هيتم تعويض الاسر دي بشويه؟ لا مش 11 دلوقتي لما نوصل للحقيقه ربنا يسهل. لا طيب تمام. حضرتك وعدتوهم تديهم شقق لما جم يسكنوا ايه؟ الاهالي بتقول ان رئيس انتوا الشعب كده رئيس على دماغنا، هو اي حد على دماغنا بس يرضينا. الكلام دوت بقاله كام لا سنه؟ يرضينا يابا، ما يقولش اسره واحده ما يقولش اسره واحده. انت عارف ايه؟ هو افترى. موجودين اسفل الكوبري قالوا ان انتوا قلتوا ان انتوا هتعوضوهم بشقق. الكلام ده من كام سنه؟ ده حصل كام سنه؟ انا ما تقولش استاذ عواد، يا استاذ عواد الحي كله كان هيولع له لحظه. يعني كل من كان تحت الكوبري هيتم تعويض من السكان اللي كانوا تحت، اللي كان موجود ومحصور موجود في حي المطريه اكيد هيتسكن ان شاء الله. واللي مش محصور. ايوه احنا بنلف وندور على ايه؟ احنا بنقول الحصر ده قريب لسه قبل اسبوعين 3 في شهر 12. يعني في حصر معمول من محافظه القاهره ومن حي المطريه، فهنرجع للحصر. وكانت في شرطه موجوده اثناء الحصر. يعني مش كلامي ولا كلام اي حد، مش كلام اللي هيمشي ولا كلام اي حد. الحصر الفعلي اللي عملته بحوث الاسكان هو اللي هيمشي. طيب بالنسبه للكوبري يعني عمليات الازاله هتتم امتى؟ ما بدات، ما انت شايف اهو دلوقتي المواد العرب موجوده، بدات تقطع في الحديد اللي موجود، بدات تشتغل. في توجيهات صدرت ليهم بعمليه ازاله الكوبري على وجه السرعه، والبدء في انشاء باكيات جديده. السيد المحافظ وصل للموقع الحادث الصبح. السيد النائب المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان، كل المسؤولين اللي يعنيهم هذا الحدث كانوا متواجدين. الجهات الامنيه كلها كانت متواجده من فجر هذا اليوم. موضوع الناس كلها واخد اهتمام. ربنا ييسر ان شاء الله.